بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. كده هو النهاردة بقى ايه؟ آخر يوم في العيد كده هو. آه خدت الولاد ورحنا بقى فين؟ رحنا عند بيت والدتي هناك بقى فين؟ في العصافرة. تمام. بصوا الطريق على فكرة فيه عماير مبنية حلوة قوي. هو الطريق مش طويل الصراحة، هي الطريق ما خدش مننا نص ساعة يعني. كان طالع دولي، مش طالع من البلد. فما بيبقى طالع دولي بيبقى الطريق حلو. وبعدين احنا في عيد، فكمان الطريق كان سريع يعني، ما خدش وقت معانا. عملتوا ايه في العيد؟ خرجتوا فين ورحتوا فين وجيتوا منين؟ الصراحة احنا ما بنرضاش نطلع بحر في الصيف بالذات. في الصيف البحر بيبقى زحمة موت. ما بيبقاش. بصوا يعني لو مثلا الطريق هنا هو كده هو من على السريع خد نص ساعة، لو احنا من على البحر قولوا بقى ممكن ياخد ساعة، ساعة ونص. لان صيف بقى، وانتوا عارفين بقى اسكندرية في الصيف بتبقى عاملة ازاي. بصوا البيوت المبنية ديت، في بيوت كمان مبنية تانية هوريها لكم، عاملة زي الفلل. بس دي انا بشوفها من زمان قوي. لو حد يعرف دي ايه هتبقى ايه، بتاعت ايه، لمين اللي يسكن فيها. اهي بصوا اللي هي ديت كده كلها عاملة زي الفلل كده. هو تقريبا دورين بس، ومش من على الوش هنا بس، لا ده من جوه كمان كده نفس الحكاية. بصوا ديت اللي هي مدهونة، وفي لسه ما مبنية بس لسه ما دهنوهاش. بصوا تحسوا كلها شكل واحد. فانا عايزه اعرف دي ايه، يعني مين اللي ممكن يسكن فيها، مين اللي واخدها، بتاعت مين. لينا احنا مثلا كده هو عامة الشعب ممكن نقدمه مثلا وناخده فيها، ولا مين بالظبط؟ مش عارفة. اليوم بقى عايزة اقول لكم ان هو فعلا كان احلى يوم، يعني زي ما بيقولوا الناس الحلوة دي، اغنية احمد سعد، ايه اللمة الحلوة دي. بصوا بقى الطريق دي كلها قاعات افراح هنا هو. تمام. الحته دي اسمها عبد الوهاب. بصوا كذا قاعه فرح. دي اسمها عبد الوهاب عند شارع 30 القاهره. بصوا كلها كده هو قاعات جنب بعض. ده تقريبا مش فاكره، ده على ما اعتقد كارفور. لا مش كارفور ده. دي تحت هنا هو في بتوع لحمه عبد الوهاب. الناس هناك اللي بتعدي من هناك عارفينهم اهم. بصوا تحت دول كلهم كانوا المفروض فاتحين بتوع لحمة زمان من كام سنة. بصوا كده الراس السوداء بقى، الشركة الشرقية للأقطان ولا الكتان. احنا بقى اليوم دي ده صينية رقاق. احنا كنا عاملينها بصوا شوربة على سمنة على كوباية لبن بسيطة، يعني نص كوباية لبن كده هو. بس الصراحة كان فطير، صينية فطير او رقاق زي انتم ما بتقولوا، تحفة بسم الله ما شاء الله، تستاهل بقكم. انا اما اعملها عندي في البيت هبقى اقول لكم اللحمة اعصجها ازاي واعملها لكم. ماشي يا حبايبي. كانت اخواتي بقى موجودين وعيالهم. انا ليا اخت متجوزة عندها 3 ولاد، والتانية لسه ان شاء الله ربنا يكرمها يا رب، مخطوبة، وان شاء الله خلال السنة ان شاء الله ربنا يكرمها باذنك يا رب. بصوا كان احلى يوم والله العظيم قضيناه. يعني انا ما صورتلكوش الباقي، يعني انا صورت لكم لحد الاكل كده اهوت وما كملتش الباقي، ما عرفتش اصور بقى. طبعا انتوا عارفين لمة العيله لما بنبقى ملمومين ما بنعرفش نصور. تمام. ما تنسونيش بس اهم حاجه ان الاشتراك واللايك. الاشتراك واللايك اهم حاجه يا حلوين يا حبايبي. ماشي. اهم حاجه دي. وكنا عاملين ملوخيه، وبصوا عزبون. وديت اللحمة دي اسمها لحمة تقريبا سوري او شامي. بتبقى بطاطس كده هوت مكعبات. وكل سنة وانتم طيبين.